الساعه 12 مش اسمه افطار يمينه ولا ايه؟ تيجي تفطر معانا. يا سعيد النهارده ليله العيد ومينا موجود في الشغل اهو. يعني ما اداناش مينا اجازه والنبي قلنا له خد يا مينا اجازه، بس ما يتجوز يا راجل. لما يتجوز ان شاء الله بياخد اجازه. ليه؟ لا يتجوز ان شاء الله. فده حضراتكم برضه عشان ناكد ان ده والله العظيم والله العظيم والله العظيم ده ديك رومي بجد، مش ديك رومي صناعي زي ما الناس هتعتقد يعني. لا ده بجد اهو جوه من الحته اهي نسيله. ها عادل امام في بخيته عديله. ادي اهو ده الديك الرومي. طب والنبي تاخدوا حته؟ حد عايز حته؟ كم بني ادم؟ ده كفايه اللي في الاستوديو. ده كفايه اللي في الاستوديو. ربنا يديكم الصحه وطولة العمر وانا اسف ان انا باكل قبليكم، بس والله انا كل الهدف والرساله ان انا متضامن معاكم جدا، ان احنا بنحبكم جدا، بنقدركم جدا، انتوا اخواتنا بكل معنى الكلمه، شركاء في البلد بكل معنى الكلمه. التراب اللي بيجمعنا ده يعني بيجمعنا بجد مش هزار. ما حطيناش قدامنا ولا هنحطه قدام بصيرنا وبصيرتنا انه في حاجه اسمها مسيحي وفي حاجه اسمها مسلم، في حاجه اسمها العدل يطبق على الكل، في حاجه اسمها القانون يطبق على الكل، في حاجه اسمها الاجراءات تطبق على الكل، في حاجه اسمها الدعم للكل، في حاجه اسمها القانون نفسه واجراءاته ما تفرقش ما بين واحد وواحد. تعاطفنا واحترامنا وتقديرنا للمواطن كمواطن في داخل هذا البلد. خلينا بس قبل ما اخد الفاصل ده والله عاملين شغل جامد جدا. شكرا يا ابو محمد، واحد اسمه ابو محمد الاصل اللي عامل بتاعنا. ده شغل جامد والله. يعني شو بتضحك على ايه؟ الناس ورا الكاميرا ايه؟ ربنا يستر. ربنا يستر والعشر دقايق دول يعدوا على خير ان شاء الله. بس ان شاء الله ربنا يديكم الصحه وطولة العمر وتحتفلوا والله احتفال رائع النهارده رغم بعض المنغصات اللي احنا هنقولها بعد الهوا. لكن لو عديت لحضراتكم الفرحه والبهجه اللي جوه الواحد، وان انا حاسس ان انا النهارده باذن الله الساعه 12 برضه هفطر زيكم، ومن الساعه 12 هحتفل معاكم، ومن الساعه 12 هفرح، ومن الساعه 12 يعني نفس الشعور والاحساس. وانا اشوف الناس قاعدين في الكاتدرائيه بالظبط كانه يوم عيد بالنسبه لي. البابا توادرس بقول له كل سنه وانت طيب. كل المسؤولين في هذا البلد بقول لهم كل سنه وانتم طيبين. الرئيس عبد الفتاح السيسي بقول له كل سنه وانت طيب. بعض المنغصات النهارده هنجي لها بعد شويه، لكن قلنا نبدا بالفرحه ونفرح حضراتكم ونقول لحضراتكم ما تتضايقوش من حاجه، ما تزعلوش من حاجه. الحاجات اللي موجوده في البلد دي موجوده في اي بلد تاني. الحمد لله رب العالمين ان احنا عندنا جيش قوي جدا 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 قادر بعد ربنا سبحانه وتعالى ان هو يلم شتات البلد في الفتره الاخيره. وبالتالي المسؤوليه محتاجه تضافر اكبر، المسؤوليه محتاجه تجميع اكتر، المسؤوليه محتاجه احساس اكتر باللي بتمر بيه البلد. الموضوع له ديك رومي وله رز وله مكسرات بقدر ما هو مشاركه بسيطه جدا مننا لكل اخواتنا اللي بيحتفلوا باذن الله الساعه 12 النهارده بعيد الميلاد المجيد. ربنا يدعم